الفيتامين سي مجنن الناس، والناس ما بقتش عارفة نستخدمه سيرم ولا نستخدمه كريم ولا نستخدمه في النهار ولا نستخدمه بالليل ولا نستخدمه في أنهي توقيت بالظبط. هو الفيتامين سي في العموم لازم يستخدم بالليل، بس مقولة إن الفيتامين سي نستخدمه في الضلمة دي اللي كانت جديدة بصراحة. مفيش حاجة اسمها أصله بيتأكسد بالنور. الفيتامين سي بيتأكسد لو جت عليه إشعة الشمس مش إشعة اللمبة. وتاني فهم خطأ عن الفيتامين سي إن ما استخدموش وأنا واقفة قدام البوتاجاز، ودي طبعا من الحاجات اللي بتضحك. يعني هل هي حلة البامية هي اللي هتأكسد الفيتامين سي؟ طبعا ده كلام ملوش أساس من الصحة. الفيتامين سي زي ما قلنا هو بيتأكسد بأشعة الشمس، عشان كده بيستخدم بالليل مش بيستخدم في الضلمة. تفرق نستخدمه جوه البيت. 5 حاجات لازم تبقوا عارفينها عن الفيتامين سي سواء كان كريم أو سيرم أو أي حاجة قبل ما تستخدموه على الجلد. أول حاجة، الفيتامين سي مش بيغمق الجلد ولا بيأكسد الجلد. الفيتامين سي بيأكسد الجلد الميت، عشان كده دايما بنقول نعمل تقشير، وبعد ما نعمل التقشير تاني يوم نبتدي نستخدم الفيتامين سي كل يوم عادي بالليل. ساعتها مش هيعمل لي البقع لأنه هو بيأكسدش غير الجلد الميت بس. تاني حاجة ودي مهمة، إن شغل الفيتامين سي معتمد على البي اتش بتاعت الجلد، إن أنا أظبط معدل القلوية بتاعت الجلد قبل ما استخدم الفيتامين سي سواء كان كريم أو سيرم. تالت حاجة، الفيتامين سي كمادة طبيعتها إنها مش مستقرة، فلازم بيبقى معاها حاجة اسمها ستابلايزر، لازم حاجة تحقق لها الاستقرار عشان يشتغل كمادة. وهنا بيجي دور الفيتامين اي. علشان كده دايما بنقول، او علشان كده دايما هتلاقوا ان علبة الفيتامين سي سواء سيرم او كريم دايما بيبقى جواها الفيتامين اي، او لو مش معاه فيتامين اي ناس قبل التصنيع لازم يحطوا معاها مادة تبقى ستابلايزر للفيتامين سي. لو عايزين تظبطوا الموضوع اكتر ابقوا استخدموا الفيتامين اي الاول على الجلد وبعد كده تحطوا الفيتامين سي. رابع حاجة، الناس اللي بتعمل تقشير للجلد بالساليسيليك او الجلايكوليك او اللاكتيك اسيد ما تستخدمش فيتامين سي بعديها، تستنى يوم او 2 وبعد كده تستخدم الفيتامين سي، عشان لو تستخدم بعد المقشرات دي بيعمل التهاب شديد جدا. خامس حاجة بقى وركزوا فيها، الفيتامين سي مع الريتينول في منتجات كتيرة موجودة في السوق كده، ده امان. بس لو انا هستخدم ده لوحده وده لوحده، لا، نستخدم الفيتامين سي الاول وبعد كده بنستخدم الريتينول. في حالات التفتيح بالمادتين، لو البشرة دهنية وفيها حبوب نعالج الحبوب الاول وبعد كده نستخدم المادتين. ليه؟ لان المادتين دول لو البشرة فيها حبوب بيزود الحبوب جدا وبيعمل التهابات اكتر للبشرة، فساعتها هنبقى غمقنا مش فتحنا الجلد. ده غير ان الحبوب دي هتسيب اثار، فهنبقى ساعتها عايزين مش بس نفتح الجلد، ده احنا عايزين نوحد لون البشرة. في الاخر حابب اقول لكم على حاجة بسيطة جدا، ان الفيتامين سي نقدر نستخدمه كل يوم بالليل قبل ما ننام بساعة، ونبعد تماما عن استخدامه الصبح. واللي اهم من ده كله، اي حد في روتينه اليومي فيتامين سي لازم يهتم ان السان سكرين يبقى يوميا الصبح حتى لو في الشتاء، لان اشعة الشمس ما بتفرقش ما بين شتاء وصيف.